السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كنزة كوكين. اليوم جيتكم بوصفة رائعة وجديدة، البيتزا الإيطالية. هاد البيتزا تذوب في الفم، خفيفة وبنينة وسهلة التحضير وبمقادير بسيطة. هاد البيتزا تجي خير من تاع المحلات، الخفة تاعها روعة ما تقدروش تيماجيني. بلا ما نطول عليكم نمر لطريقة التحضير. هاد الوصفة نحتاج كأس ماء يكون دافي، نزيد نص كأس فارينة، حجم الكأس 220 مليلتر. نزيد ملعقة كبيرة سكر عادي، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة صغيرة ملح، ونخلطوا كامل المقادير بالفوي ونخلوهم حتى يتخمر قيت هكا 15 دقيقة حسب الحالة، إلا كانت سخانة ولا لا حتى نتحصل على هادوك الفقاعات. بعدها نزيد ربع كأس زيت ونحركو مليح، نزيد كأس ونص فارينة، يعني الكل ندير كأسين فارينة. في الأول ندير نص كاس، بعد ما تتخمر نزيد كأس ونص. هنايا نبدأ نطم بيدي نجمع هذيك العجينة، نلمها. هنايا راح تروماركيو بلي العجينة تتلاصق، وهذا هو سر نجاح الوصفة. لازم العجينة تكون متلاصقة بهذا الشكل. ديروا قيس الفارينة كما قلت لكم. بعدها نجيب هذاك البول ندهنه بالزيت، ندير هذيك العجينه اللي تحصلت عليها ونغطيها، نخليها حتى يتضاعف الحجم نتاعها حتى نتحصل على هاد العجينه. بعدها نحط الفارينة على طاولة العمل. فارينة ديروا بلاش حار باش تجيكم الخدمة سهلة. ديروا هكا من تحت شوية وحطوا هذيك العجينة وزيدوا شوية فارينة من الفوق وبداو تحلوا بالحلال. هاي العجينة بالك تجيكم شوية صعيبة بصح هذا هو سر النجاح تاعها، يعني لازم تكون متلاصقة كيما راكم تشوفوا في الصورة. نفتحها هكا بالحلال. انا هنايا درتها بالخف على خاطرش لحقني وقت العشاء ولازم نسلكها على بيها ما جاتنيش بشكل دائري وتجي يعني الحجم تاعها كبير. بعدها نحطها في السنيوه وندير لها الفرماج من الاطراف. تقدروا ما ديروش الفرماج، يعني يبقى اختياري. هذا الفرماج درتو في الدار. من بعد ندير لكم فيديو وحده طريقة صنع هذا الجبن. ندير هكا في كامل الأطراف كما راكم تشوفوا في الصورة. كما تقدروا تستعملوا لابوش باه ديروا هذاك الجبن. وبعد ما حطيت كامل هذاك الجبن نبدأ نغلق هكذا بهذه الطريقة. بعد ما نغلقها كامل نجيب لاصوص اللي كنت حضرتها من قبل. هاد لاصوص ريحيت زوج حبات طوماطيش، حبة بصل كبيرة، زدت عليها رند مع ليزيبيس، شوية هريسة طاشية صنع منزلي. اللي ما عندوش يعوضها بطوماطيش مصبرة. تخليهم هكذاك يطيبوا على نار تكون هادية. بلا ما تنساو تزيدوا لها 3 معالق كبار زيت وتخلوها حتى تطيب. بعد ما تطيب ديروها بالميكسور، يعني ترحوها مليح باه تخرج لكم بهذا الشكل. ندير لها كامل من جميع الاطراف هكذا. بعدها نجيب الجبن الملحي، يعني الفرماج عربي. انا استعملت هذه النوعيه. وندير لها شويه اللحم اللي كنت قليته. اللي ما عندهاش اللحم تقدر تعوضها بالطون ولا لا فيونداشي، يعني حسب الذوق. تقدروا تخلوها سامبل، يعني كل واحد وكيفاه. انايا كانت عندي تاني لي شامبينيون، زدت لها شويه
تاع لي شامبينيون، بصح يبقى اختياري. تقدروا ديروا الطون وحده ولا اللحم وحده ولا الفيونداشي يعني اللحم المفروم وحده، كل وحده والذوق تاعها ولا واش عندها في الدار. ونزيد لها شويه فروماج من الفوق، ندير لها زيتون اسود، وندير لها من الفوق شويه معدنوس ونخليها طيب. بالنسبه للطياب لازم تكون على نار تكون قويه. البيتزا تحتاج النار تكون قويه، يعني كي كنت ندير البيتزا انا شعلت الفرن ونسرح له شويه كي طيب. لازم تكون النار قويه، ما تحتاجش وقت بزاف باه طيب. كي طيب ندهنها بزيت زيتون من الاطراف ونقسمها معكم. شوفوا جات بنينه روعه خفيفه. تشوفوها دوك نقسمها معكم. شوفوا كيفاش تجي. ننصحكم تجربوها، يعني هاد البيتزا تقول راكم تاكلوا في البيتزا الايطاليه تاع الصح. واللي عندها اي سؤال ولا استفسار ولا ما فهمتش اي حاجه تقدر تخلي لي كومنتير ونريبوندي كاع عليهم. شوفوا الخفه تاعها كيفاش تجي، وهذاك الفرماج يذوب في الفم روعه. نخليكم مع الصورة ونقول لكم شكرا على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو خلوا لي جيم وكومنتير باه تشجعوني، واشتركوا في القناة وضغطوا على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد. إلى فيديو آخر إن شاء الله.